اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نقدم وصفة جديدة لرمضان من مطبخ حور، وهي البسبوسة. عملناها بأكتر من طريقة قبل كده، النهاردة طريقة جديدة سهلة وبسيطة، مكوناتها كلها في البيت. وكمان هنقول على شوية تريكات هتظبطها معاكي من أول مرة، وان شاء الله لو اول مره تعمليها هتبقي محترفه فيها. يلا بينا نعرف كل المكونات اللي هنعملها لوصفتنا. سيب لكم كل المكونات بالجرامات وبالاكواب المعياريه في صندوق الوصف. ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل على المكونات بتاعت وصفتنا النهارده. استخدمت كوبايتين ونص من دقيق السميد، كوبايه من السكر، نص كوبايه من حليب الباودر، كوبايه من الزبادي، نص كوب جوز هند، نص كوبايه من السمنه الدايبه، وظرف فانيليا، وعليهم رشه خفيفه جدا من البيكنج باودر. ده الحليب الباودر اللي انا استخدمته، وهكرمله على النار. كل اللي انا عملته ضفته في طاسه وفضلت اقلب فيه لحد ما وصل للون المكرمل، ما غمقش قوي ولا فتح قوي. الدرجه دي كويسه، ممكن نغمق عنها حاجه بسيطه خالص هتظبط معايا لون البسبوسه. وفي بوله كبيره نزلت بكوبايه الزبادي حجمها 200 جرام وممكن 250 جرام، وعليهم هضيف جوز الهند والسكر. ويفضل ان السكر يكون باودر، ولو مش متوفر الباودر فعادي جدا ممكن اضيف السكر العادي. هضيف عليهم اللبن البودر كمان، وهضيف عليهم جوز الهند. وهقلب كده كل المكونات دي مع بعض بحيث ان هم يمتزجوا تماما، واتاكد ان كل السكر او حبوبات السكر دابت. ممكن احتاج زيادة ان انا اضيف ربع كوباية من اللبن او نص كوباية لو احتاج اكتر، عشان كل المكونات تدوب مع بعض. لو محتاجتش خلاص خلاص، بس اهم حاجة ان انا لازم اوصل للقوام اللي حضراتكم شايفينه معايا. طبعا ما تنسوش ذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والاستغفار. هشيل ده على جنب، وبعد كده هبدأ اضيف كل المكونات السائلة اللي موجودة معايا او المتبقية معايا. ضفت دقيق السميد ونزلت عليه برشة من البيكنج باودر اللي انا استخدمته هنا في الوصفة، نص معلقة ممسوحة صغيرة من البيكنج باودر وظرف فانيليا. البسبوسة ما بيضاف لهاش بيكنج باودر، بس عشان القوام بتاعها ما يبقاش مكتوم قوي ويديها هشاشة خفيفة خالص، فعشان كده انا ضفت البيكنج باودر، وده مكون اختياري. حابة تضيفيه عادي، مش حابة تضيفيه ما فيش اي مشكلة. هقلبهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا كده كويس مع بعض. وهبدأ انزل بنص كوباية من السمنة الدايبة. انا استخدمت 150 جرام، وممكن تستخدمي 100 جرام لحد ما اوصل للتغليفة اللي قدامكم دي. اول ما اتأكد ان كل الحبوبات اتغلفت بالسمنة هوقف تقليب تماما، وهبدأ انزل عليها بالخليط السائل اللي احنا عملناه مع بعض. هو ده القوام اللي انا عايزه اوصل ليه بعد التقليب. بعد ما بضيف عليها الخليط هقلب كويس جدا بحيث ان هي تمتزج تماما مع بعض. انا بقلب ما بعجنش خالص، لان كتر التقليب هينشفها مني جامد وهتمتص كل السوائل. الهدف بس ان هي كلها تتغلف بكل المواد السائلة اللي احنا عملناها مع بعض. انا احتاجت هنا وانا بعمل الوصفة زي ما احنا قلنا من ربع كوباية لنص كوباية من الحليب. وقلت برضو ده اختياري. دقيق السميد اللي انا استخدمته هو الدقيق العادي جدا، مش اكياس، هو الدقيق اللي احنا بنجيبه من عند العطار. الصينيه بتاعتي انا اديتها مسحه من السمنه او الزبده اللي متوفر عندك. هنزل بالخليط فيها، وهبدا اسويها كده بالسباتولا لحد ما يبقى كل القوام او بالشكل اللي حضراتكم هتشوفوه معايا. وسويت الاحراف بتاعتها لحد ما اصبح الشكل بتاعها ده بالظبط. وفي الفترة دي كان الفرن بتاعي شغال مسبقا على درجة حرارة 200. انه يفضل ان هو يكون سخن قبلها ب10 دقايق. ودوبت معلقة كده من السمنة وضفتها على سطح او على وش البسبوسة من فوق عشان تديها لمعة جميلة جدا. وهبدأ اقطعها، وبعد كده هشيلها وادخلها الفرن بتاعي على درجة حرارة 200. هعرف التسوية بتاعتها من خلال الجوانب بتاعتها اول ما تبدأ تاخد لون. لو اخدت لون من فوق من الفرن نفسه ما فيهاش اي مشكلة. وممكن لما تاخد لون من الاحراف او من الجوانب هبدأ اطفي النار من تحت، وابدأ اشغل عليها الشعلة او الشواية من فوق تاخد لون. ويفضل انه يبقى اللون الذهبي او الدرجة اللي تفضليها. وبعد كده هطفي عليها واطلعها من الفرن. ويفضل طبعا ان الشربات بتاعها يكون بيغلي او سخن جدا. رباط البسبوسة بيكون سخن جدا وكمان خفيف. انا استخدمت كوبايتين من السكر، ضفت عليهم كوبايتين من المية، معلقة كبيرة من عصير الليمون، ضفتهم على النار. واول ما غلي سبته في حدود 10 دقايق، وبعد كده شلته على جنب.
اول ما قربت ان انا اطلع البسبوسه بتاعتي، يا دوب بس ان انا اديته غلوه خفيفه على النار وطلعته، وضفت العسل على البسبوسه. وبعد كده زينيها باي حاجه متوفره عندك، وهعيد على التقطيعه اللي انا قطعتها قبل ما ادخلها الفرن. دي كده كل شروط التسويه. الوقت بتاعها مش محدد، على حسب درجه حراره الفرن بتاعك. الدرجه اللي انا دخلت عليها 200 رف اوسط. بعد كده بعد ما ضفت عليها العسل سبتها لحد ما بردت وقدمتها. ممكن تضيفيها في التلاجة ساعتين او 3 وتطلعيها تقدميها بألف هنا وشفا. ما خدتش اي وقت، حرفيا جميلة جدا. اي حليب باودر بيضاف على اي وصفة بيديها نكهة وطعم حلو قوي، وخصوصا لو متكرمل زي الوصفة بتاعتنا النهاردة. كمان مش بس كده، على قد ما هي متماسكة، هي مرملة وناعمة وطعمها حلو جدا. وكمان جوز الهند فيها بتديها طعم ونكهة كويسة قوي. وان شاء الله لو اتبعتي كل التعليمات اللي احنا قلنا عليها في الفيديو، هتطلعيها احلى من اي حلواني تشتريها منه، مش هتشتريها من بره تاني. وبس كده، دي كانت المكونات والوصفة بتاعتنا بالطريقة بتاعتها بكل التريكات بتاعتها اللي طالعة معايا ناجحة جدا ومظبوطة جدا. طلبي منكم لو عجبكم الفيديو ده اتمنى تعملوا لي لايك، ولو عجبكم الفيديو متاكده ان انتوا هتقوموا تجربوها. ولو انتوا جداد على القناه اتمنى تنزلوا تحت الفيديو تعملوا اشتراك او سبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم اشعارات بكل وصفاتي الجديده قبل اي حد. واكتبوا لي في الكومنتات ايه الحاجات اللي انتوا حابين نعملها مع بعض قريب جدا. واستنوني ان شاء الله في وصفات كتير سهله وبسيطه قريب جدا. وكمان ما تنسوش تنزلوا تطبيقاتكم على كل وصفاتي على الجروب بتاعي الخاص على الفيسبوك بنفس اسم القناة، مطبخ حور بالعربي وبالانجليزي. الى اللقاء، مع السلامة. ما تنسونيش باللايك والشير.